جددت الأندية السعودية اهتمامها بالتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد خلال الموسم الحالي. وقالت شبكة سنترال الإسبانية على يوم الاثنين أن النادي الأهلي، اتحاد جدة والأهلي من السعودية أعادوا محاولة مجددا للحصول على توقيع لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد. وكشف النادي مستعدين لتجديد العقد الصيف الماضي الذي كان يتضمن الحصول على الكرواتي لوكا مودريتش على راتب سنوي بمبلغ 200 مليون يورو بشرط أن يتم إتمام الصفقة خلال 10 أيام. ووضحت الشبكة الإسبانية أنه حتى الآن لم يوافق مودريتش على رحيله خلال الشتاء، فإن ريال مدريد نفسه هو من يعطل الصفقة. ويرى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن مودريتش أحد أكثر بدائل موثوقة فيهم في صفوف المهنجي هذا الموسم ومن الصعب التخلي عنه. وأشار أن في حال الحصول على رفض التجديد سوف نؤجل الأندية السعودية المفاوضات مع مودريتش الصيف المقبل قبل إنهاء عقده مع النادي ريال مدريد. هذا هو نهاية هذا الفيديو. أتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو والضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم جميع فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.